بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. السيد زعيم مؤسسة المعارضة، السادة رؤساء المؤسسات الدستورية، السيدات والسادة الوزراء، السيدة المديرة العامة للمنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، السيد الوالي، السيد رئيس المجلس الجهوي، السيدات والسادة النواب، السادة العمد، السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي، السيدات والسادة رؤساء الأحزاب السياسية، السيدات والسادة ضيوف مهرجان مدائن التراث، السيدات والسادة المدعوون، أيها الجمع الكريم، يطيب لي أن أعبر لكم سكان مدينة الشنقيطي عن سعادتي بمشاركتكم اليوم فعاليات النسخة 13 من مهرجان مدائن التراث، شاكرا لكم حسن استقبالكم وكرم ضيافتكم. كما أود الترحيب بكل ضيوف المهرجان الوافدين من داخل الوطن ومن خارجه، مقدرا حق التقدير ما تكلفوه في سبيل مشاركتنا الاحتفاء بإحدى جواهر مدائننا التاريخية والتراث العالمي عموما، مدينة شنقيطي، منارة العلم الشامخة التي اتسمت لحقب مديدة بمركزيتها في التبادلات التجارية بين جنوب الصحراء وشمالها، وبإشعاعها الثقافي وصيت علمائها الذين أثروا بنحو متميز كل أقسام دائرة المعارف الإسلامية، حتى صارت النسبة إليها في قوة النعت بالفضل والتبحر في العلم، واسمها علما على بلادنا قرونا قبل قيام دولتنا الحديثة. ينضاف إلى ذلك وعملا على الوفاء بهذا الالتزام. عفوا. أيها السادة والسيدات، في نوفمبر من سنة 2019 ومن مدينتكم هذه تعهدت بأن يصير هذا المهرجان مهرجانا إنمائيا بقدر ما هو مهرجان ثقافي. وعملا على الوفاء بهذا الالتزام عبأنا لنسخ المهرجان الماضية ما يربو على 16 مليار أوقية قديمة لصالح مختلف جوانب التنمية في مدائننا التراثية بما فيها جول. وتستفيد مدينة شنقيط من 4 مليارات خصصت لتعزيز الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وطرق والصحة وتعليم واتصالات، فضلاً عن دعم المساجد والمحاضر والحرفيين ودور المخطوطات ودعم الشباب والنساء والصناعة التقليدية والسياحة. ينضاف إلى ذلك ما يربو على 12 مليار أوقية قديمة خصصت للتشييد الجاري لطريق أطار شنقيط، فكا للعزلة عن المدينة وإنفاذا لما كنا وعدناكم به. وتأتي هذه المكونة الاقتصادية لتكمل المكونة الثقافية الموجهة إلى المحافظة على الكنوز والدرر التراثية التي تعج بها المدينة، مخططات كانت أو عمرانة. فمهرجان مدائن التراث
يهدف في المقام الأول إلى ترقية مدننا التاريخية وكنوزها الفريدة ومدها بأسباب البقاء والتطور والنماء، لكنه في الوقت ذاته يهدف إلى تقوية الإحساس لدى مواطنينا عموماً بضرورة التمسك بما اتسم به بناة هذه المدائن من قدرة فائقة على الصمود قوامها التضامن والتلاحم، وكذلك من إيمان قوي بالقيم والمعاني الدينية والأخلاقية التي صهرت تنوعنا الثقافي الفريد في هوية حضارية متميزة ووحدة وطنية جامعة. وقد بذلنا جهوداً كبيرة على مدى السنوات المنصرمة في العمل على تقوية هذه الوحدة وتعزيز انسجامنا الاجتماعي بالتصحيح التدريجي لميزان العدالة الاجتماعية وبالانفتاح السياسي وتقوية المدرسة الجمهورية وركائز دولة القانون وبإصلاح المنظومة الإدارية. غير أننا كنا وما زلنا ندرك جيداً أن أثر كل هذه الجهود سيظل محدوداً ما لم يواكبها تحول مجتمعي عميق يفضي إلى تغير جذري في العقليات. ولذا أعلنا الحرب على العقليات المضرة بلحمتنا الاجتماعية والمنافية لقيمنا الدينية ومقتضيات مفهوم الدولة الحديثة من قبيل التراتبيات الوهمية والصور النمطية الزائفة والنفس القبلي والشرائح الهدام. صحيح أن نتائج هذا التوجه ميدانياً لا تزال لحد الآن دون المستوى المأمول والمبتغى، لكنه سيظل بالنسبة لنا توجهاً استراتيجياً لا تراخي فيه، فلا بد لنا من بناء مجتمع متصالح مع نفسه واثق في مؤسساته قوي التلاحم وراسخ الوحدة. وأدعوكم من جديد لهبة وطنية جامعة قوية لنغير العقليات السلبية ونتخلص من كل النعرات الضيقة وخطابات الكراهية ونزاعات الاستعلاء تحصيناً لشعبنا ذي التاريخ الواحد والمستقبل المشترك. وإنها لهبة أكثر اليوم إلحاحاً بالنظر إلى ما تسرب لمجتمعنا عبر الاستغلال السيء لبعض جوانب العولمة والثورة الرقمية من مسلكيات منافية لقيمنا، من أبرزها تسخير البعض وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفرقة والشحناء بين مختلف مكونات مجتمعنا. وأدعوكم جميعاً إعلاميين ومثقفين وقادة رأي ومجتمعاً مدنياً ومدرسين وروابط آباء التلاميذ والأسرة المجتمعية عموماً إلى المساهمة كل من موقعه في تحصين وحدتنا الوطنية ولحمتنا الاجتماعية بالمشاركة الجادة في إحداث التحول المجتمعي المنشود. وإنني إذ أعلن على بركة الله افتتاح هذه النسخة 13 من مهرجان مدائن التراث لأرجو أن يسهم استحضارنا خلالها ما يزخر به تاريخ هذه المدينة العريقة من معان سامية وقيم بناءة في تعزيز وحدتنا الوطنية وانسجامنا المجتمعي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليك